مكان، واكونت تقدروا 99 على التيك توك والانستجرام. كل سنه وحضراتكم طيبين، بمناسبه طبعا قرب شهر رمضان الكريم، وان شاء الله ربنا يعود عليكم الشهر باليوم والبركه. طبعا قبل اي حاجه ما تنسوش تدعمونا باللايك وسبسكرايب للقناه، وتدعموا صفحتنا على البيج على الفيسبوك باسم كافيه روس ومحمد فضل الله. واخبطوا اللايك المتين وتعملوا لي تفعيل الجرس للقناه عشان يوصلك كل جديد. وما تنسوش صلاه وسلام على سيدنا محمد في كل وقت وحين. النهارده عندنا حلقه دسمه فيها كتير جدا من الاخبار. هنتكلم عن المنتخب المصري ونجاته النهارده ان شاء الله للملاوي في تصفيات الامم الافريقيه 2023 وهي 2023 2024. وهنتكلم ايضا عن المدير الفني المتوقع لنادي الزمالك بعد رحيل جوزوالدو فريرا فسخ التعاقد مع النادي. وطبعا هنتكلم عن جائزه الشهر لمصطفى محمد واخبار تانيه كتير جدا تهمكم. فقبل اي حاجه يلا نبدا الحلقه، يلا بينا. اولا كده خلينا نتكلم طبعا عن المنتخب المصري النهارده، وبعد كده نتكلم عن الموضوعات الاخرى. اول حاجه المنتخب المصري النهارده سيواجه ملاوي في تصفيات الامم الافريقيه المؤهله ليها ل 2023 2024. ويعني فيكتوريا ادى العديد من التصريحات، وكان في المؤتمر الصحفي كان مع الكابتن محمد الشناوي، فقال انا مش متخوف من الجبهه اليمنى بعد العديد من الاصابات لعمر جابر وعمر كمال ومحمد هاني. فالراجل مش متخوف. وراجل قال انا ان شاء الله ان شايف روح كويسه بين اللاعبين، يعني متفائل جدا بروح اللاعبين وادائهم في التدريب. وراجل يعني بيعطي نوع من الامل والتفاؤل بالنسبه للجماهير ان الوضع مستقر في المنتخب وان الدنيا ان شاء الله ماشيه تمام. فنامل ان شاء الله ان ده يترجم بسيناريو على ارض الواقع على ارض الملعب في المباراه الرسميه ان شاء الله. متوقع ان شاء الله باذن الله ان يكون يعني اداء مميز لمنتخب مصر. فاتمنى ان الدكتور يلعب ان شاء الله باذن الله. اتمنى نلعب بتكتيك 4 2 3 1، وده المحقق عارفين يبدا مثلا بحمدي فتحي في النص، يبدا بالسوليه لو موجود، يلعب بيه على الاطراف عندك الشحات، كهرباء خده في المنتخب، صلاح طبعا متواجد، فزيزو، فعناصر كتير جدا كويسه، فتوح. فاتمنى ان الراجل ان شاء الله يلعب بعناصر كويسه، نلعب بتشكيل يكون هجومي الى حد ما عشان نخلص المباراه من الاول. واتمنى ان شاء الله التوفيق والنجاح باذن الله للمباراه، يعني نطلع بيها باذن الله بالفوز بالمباراه. ده بالنسبه لاول خبر عندي. الخبر التاني بقى تقرا معاكم فيه ان الاتحاد الانجليزي بيقيم او يقرر اقامه حفل افطار يوم 15 ابريل شهر 4 ان شاء الله الجاي للافطار للمسلمين في استاد ويمبلي. طبعا الاتحاد الانجليزي قال لك احنا بنعمل الحفل ده في اطار يعني يجمع شمل المسلمين هناك في انجلترا، ونعرفهم ان انجلترا يعني مهد ليه يعني نقدر نقول هو نوع من انواع البروباجندا يعني او الظهور الاعلامي ليه الاتحاد الانجليزي، يعني كخطوه ان هو بيعرف بيها العالم ان احنا عندنا مسلمين يعني والناس بتفطر مع بعض وكده. فهو قرروه في يوم 15 ابريل، بعد قبل كده كان في السنه اللي قبل اللي فاتت يعني كان في برضه افطار في نفس الاستاد. فالاتحاد الانجليزي طلع قرار بكده، ويعني ده انا شايف انه خبر كويس جدا بصراحه، وانه حاجه مبشره ان يعني انجلترا على قد احنا عارفين ان هم مشدودين شويه، ولكن الموضوع كويس يعني وبيعطي نوع من شغل التفاؤل، ولكن مبادره كويسه من الاتحاد الانجليزي. ده بالنسبه للخبر الثاني اللي معانا. عندنا برضو الخبر الثالث برضو ان مصطفى محمد مرشح لجائزه افضل لاعب في نانت في الشهر الحالي، طبعا بعد احرازه العديد من الاهداف واداؤه متميز. ولكن بيتنافس معاه لعيب اخر في الفريق هو ارون جيردو. ولكن مصطفى محمد هو المرشح الافضل للجائزه للشهر في النادي مش في الدوري الانجليزي، عشان بس الناس ما تتلخبطش. هو في النادي نانت هو بيعمل جائزه افضل لاعب كل شهر. مصطفى محمد ان شاء الله مرشح على هذه الجائزه. عندنا بقى انا خلينا نحكي اخر خبر، وهو نادي الزمالك طبعا، والمفاوضات ما زالت مستمره مع جوزوالدو عفوا مع جروس وجونياس وبعض المديرين الفنيين اللي لهم عمل في السعوديه بعد رحيل جوزوالدو فريرا، والاتفاق معاه فسخ التعاقد بشكل ودي بين الطرفين بعد الراجل بعد ما حصل على 175 الف دولار فقط من اصل 525 الف دولار. الراجل كان ليه مستحقات كتير جدا، الفوز بالدوري ومستحقات الفوز بالكاس، وبالاضافه الى المستحقات الماليه اصلا دي اللي هي الاساس غير شرط الجزاء. فكان التوتال بتاعهم حوالي 525 الف دولار. فالراجل تنازل عن شرط كبير جدا ما يقرب من 70 او 80%، وخد من الزمالك فقط 175 الف دولار، وقال لك انا سيظل الزمالك في وجداني. وراجل ابدا كانت يعني جلسه وديه بينه وبين الاستاذ عمرو سليمان ومروان سليمان عفوا والاستاذ امين مرتضى منصور، والموضوع خلص وراجل فسخ التعاقد خلال 48 ساعه اللي فاتت. فالوضع حاليا ما زال بيبحث عن اكتر مدير فني متفاوض مع كروس من اجل العوده، بس الموضوع ما افتكرش هيرجع مره ثانيه بسهوله. في مفاوضات برضه شغاله الى حد ما من بعض الوكلاء مع ديكاس جونياس. في مفاوضات شغاله مع دي صبر برضه، انا ما زلت اقرر يعني اقرر واصمم على هذا التفاوض. يعني شغالين مع اكتر من مدير فني بقى اصلا غير لم يسبق كبر عمل في مصر. فهنشوف الفتره الجايه الزمالك ان شاء الله هيستقر على مين، ولكن بخلال المباراه الجايه اللي هيقودها الكابتن احمد عبد المقصود اللي بعدها ان شاء الله هيكون باذن الله يكون في مدير فني اجنبي. القادمه يكون الزمالك في كاس مصر في دور الثمانيه.
هنشوف الزمالك ان شاء الله يستقر على مين، لكن انا كل هم الزمالك يستقر على مدير فني اجنبي، يكون سيره ذاتيه كويسه، يكون قوي، شخصيه كويسه، يقدر يجي ان شاء الله ينظف الفريق من العناصر اللي هي لم تستطيع او قدر على ارتداء القميص، يجي يعمل احاله انضباط للفريق مره اخرى، يعمل تكتيك كويس، ويكون معاه تيم قوي يشتغلوا كتيم ورك مع بعض بحيث يعدلوا وضع الفريق لفتره مقبله. اتمنى ان شاء الله التوفيق والنجاح لذلك باذن الله الفتره الجايه. النادي الاهلي فوز جديد طبعا حضراتكم عارفين، هو اعتذر عن كاس الرابطه واعتذر عن البطوله العربيه لتركيزه الشديد في الدوري وبطوله الكاس والبطوله الافريقيه. ده بالنسبه لجميع الاخبار مع حضراتكم، وحابب اجمع حضراتكم على الصحه الرياضيه بشكل عام، وحابين نقول لحضراتكم وبكده طبعا نكون وصلنا مع حضراتكم لنهايه الحلقه. عجبتك الحلقه طبعا طبعا لايك الجميل وسبسكرايب للقناه، وطبعا اهم حاجه زر الجرس عشان يوصلك كل جديد الفتره الجايه. ودعم صفحتنا على الفيسبوك باسم محمد جد الله وبديل سبورتس وجدير 99 على تيك توك والانستجرام. كان معكم يوم محمد جد الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء في حلقه قادمه. سلام.